تعرف ان القطة والزرافة بيقلدوا بعض في شوية حاجات؟ طب تعرف ان القطة طلعت الفضاء وانت اقصى احلامك انك تروح اسكندرية؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كريبتون. من غير شك إن القطط واحدة من أجمل الكائنات اللي عايشة معانا، حتى لو أنت أو أنتي بتخافي منهم برضه هتلاقي فئات منهم كتيرة جدا ما تقدرش تنكر جمالهم ووسامتهم، خاصة القطط الصغيرة منهم. بس هل أنت تعرف كل حاجة عن القطط ولا لسه ناقصك معلومات عنها؟ القط هو الحيوان الوحيد اللي قدر إنه يعيش وسط البشر من فصيلة السنوريات، والفصيلة دي فيها أنواع كتيرة جدا من الحيوانات اللي تحس إنها قرايب القطة، زي الأسود والنمور والفهود وغيرهم. وطبعا مش كل القطط بتكون صالحة إنها تعيش معاك في البيت، لأن في قطط بتعيش في البرية والغابات زي قط الوشق المصري، أو في ناس بتقول عليه قمة الإحراج. وفي قطط بقى بتعيش وسطينا زي الشرازي والسيامي والبلدي وغيرها كتير ينفع ان انت تربيها. ومن اغرب الحاجات عن القطط انها الحيوان الوحيد بعد الجمل والزرافة اللي حرفيا تدخل بيتك برجليها اليمين. دايما مشية القطط بتكون عبارة عن انها بتمد رجليها اليمين الاول وبعدين رجليها الشمال، والموضوع ده موجود في 3 حيوانات بس، وهم القطط والجمال والزرافات. وده بيسهل على القطة حركتها وبيخليها تتحرك بشكل أسرع، لأنها في الأول وفي الآخر بتحب تفرض سيطرتها على المكان اللي هي عايشة فيه، زيها زي الأسود بالظبط. وكمان بيساعدها انها تتحرك بجسمها بشكل سلس واسرع. ومن اكبر الدلائل على ان القطط بتتشارك مع ولاد عمها النمور في موضوع الصفات ده ان القطط بتتشارك مع النمور في بعض الجينات اللي عندهم، وتقريبا بنسبة 95% القطط والنمور تصرفاتهم بتكون واحدة، خصوصا في موضوع الانقضاض على الفريسة اللي قدامهم او حتى مطاردتها او شم ريحة البول الخاصة بالفريسة عشان يقدر يتتبعها ويصطادها. وده دليل على قوة حاسة الشم عند القطط وغريزة الافتراس اللي عندها، وإنها حيوان صياد بطبعها زيها زي النمر بالظبط. ولو فاكر إن القطط عشان كسولة فهي كده بطيئة وما بتعرفش تجري، فأحب أقولك إن القطط ضحكت عليك يا معلم. القطط سريعة جدا جدا جدا، وبتقدر تجري بسرعة 30 ميل في الساعة، أو يعني بسرعة 48 كيلو متر في الساعة الواحدة، ودي سرعة كبيرة جدا وممكن حتى تسبقك وبكل سهولة. فبعد كده ما تستغربش من شقاوة القطة بتاعتك لما تلاقيها بتتنطط جوه الشقة، لأنها في الأساس عاوزة تجري. ولو فاكر إنك ليك في الأنتخة وكسلان حبتين، فأنت لسه ما شفتش الأستاذة قطة. فعلى قد ما القطة بتحب الجري والتنطيط، إلا إن القطط من أكتر الحيوانات اللي بتحب النوم. ده حتى الأسود فيها نفس الموضوع ده. تخيل لما 70% من حياتك بتقضيها نوم، والباقي متقسم ما بين الأكل واللعب والدلع. وهي دي حياة أغلب القطط اللي احنا بنشوفها. القط بينام تقريبا كل يوم 15 ساعة، وممكن الوقت ده يقل أو يزيد طبعا على حسب عمر القطة نفسها. والحقيقة مفيش تفسير معين للكلام ده، إلا إن في سبب العلماء قالوه وجايز يكون أقرب للصح، وهو إن القطط بتنام نوم خفيف مش نوم تقيل، لأنها لو نايمة مثلا وحبيت تصحيها هتلاقيها بتصحى معاك عادي. والقطط بتعمل كده عشان توفر طاقتها طالما مفيش أكل أو مجهود مطلوب منها إنها تبذله. من الآخر كده ماشية بمبدأ طالما مفيش حاجة يبقى ننام أحسن. تخيل بقى أي قطة من اللي ماشيين قدامك في الشارع دول وتنقي واحدة منهم كده حلوة وتاخدها البيت وتحضر لها الشنطة عشان طالعة الفضاء. ولو مش مصدق ان ده ممكن يحصل، ففي سنة 1963 كانت القطة فيليست، ويا رب اكون نطقت الاسم صح، كانت على موعد مع حاجة هتغير لها حياتها للأبد. القطة دي كانت مجرد قطة عادية في الشارع، ولقاها تاجر حيوانات أخدها ورباها، وبعدين الحكومة الفرنسية اشترت القطة دي من التاجر. وفي نفس السنة قررت الحكومة الفرنسية إنها هتطلع القطة دي الفضاء، طبعا بعد شوية تدريبات كده عشان تتحمل فرق الضغط والجاذبية والكلام ده كله. وبعدين اتحطت في صاروخ وطلعت الفضاء، وخدت لها لفة كده حوالين الأرض بتاع ربع ساعة تقريبا، وبعد كده رجعت للأرض وهي في كبسولة صغيرة على قدها. وطبعا كل ده ولا هي فاهمة حاجة ولا دريانة بحاجة، بس اتسجلت في التاريخ إنها أول قطة طلعت الفضاء. لكن للأسف اتقتلت بعد 3 شهور عشان العلماء يقدروا يدرسوا دماغها ويشوفوا الفضاء أثر عليها إزاي. ولحد هنا تخلص الحلقة، ولو حابب جزء تاني منها اكتب لنا في الكومنتات وقول لنا حابب نتكلم في إيه المرة الجاية، وأشوفك في حلقات جديدة.